هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 16 من مارس. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم استهلالا بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول ذكرى اليوم العالمي للمرأة، والذي صادف 8 من الشهر الجاري، وذلك بالتركيز على أوضاع المرأة في داخل البلاد. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وزارة الصحة الإريترية تقول بأن البلاد خالية من فيروس كورونا. وفد عسكري إثيوبي يجري مباحثات في الخرطوم. الصين تدعو إلى وضع معايير لمكافحة الإرهاب في أفريقيا. وأخيرا مصر تطالب بدور أوروبي في أزمة سد النهضة. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. ذكرت وزارة الصحة الإريترية في بيان لها باللغتين الإنجليزية والتيغرينية بأنه وبعد مرور 3 أشهر على فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وأصاب حوالي 10,000 شخص، وأدى كذلك إلى وفاة 4,000 آخرين، فإن إريتريا وحتى اليوم خالية من هذا المرض، رغم تواصل إريتريا مع دول عبر البحر والبر والجو. وقالت الوزارة في بيانها بأنها سوف تعمل على أن تكون إريتريا خالية من المرض. وطلبت الوزارة من المواطنين والأجانب تأجيل سفرياتهم إلى الخارج، وقالت بأن القادمين من كل من الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران سوف يدخلون الحجر الصحي في حال وصولهم البلاد، وأن الوزارة سوف تعطي التوجيهات والنصائح اللازمة للمواطنين حول المرض. الجدير بالذكر بأن 4 معلمين إيطاليين في المدرسة الإيطالية في أسمرة مصابين بالفيروس، وكانوا قد عادوا إلى البلاد بعد قضاء إجازة قصيرة في إيطاليا انتهت في نهاية شهر فبراير الماضي. وأكدت السفارة الإيطالية في أسمرة نقل هؤلاء المواطنين إلى خارج العاصمة أسمرة، وأنها تتواصل معهم بعد دخولهم البلاد وتشخيص حالتهم في مطار أسمرة الدولي. قام وفد عسكري إثيوبي رفيع المستوى برئاسة الفريق أول برهان جولا نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي، ويرافقه نائبه للعمليات العسكرية الفريق فيشا كيدانو بزيارة إلى الخرطوم. وقالت السفارة الإثيوبية في الخرطوم بأن الوفد بحث مع نظيره السوداني مجالات التعاون المشترك بين جيشي البلدين، إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. كما سلم الوفد رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي لنظيره السوداني عقب عملية الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الأسبوع الماضي. وجاءت زيارة الوفد الإثيوبي بعد إعلان القوات السودانية بأنها قامت بقتل عناصر من عصابات الشفتة الإثيوبية بعد دخولهم الأراضي السودانية وسرقتهم لمواشي مواطنين. وأدت المواجهة إلى مقتل جنديين سودانيين 2 أثناء المطاردة، وقتل 3 من عناصر العصابة، كما قال بيان صادر من قوات الشعب المسلحة السودانية. نقل موقع بوابة أفريقيا الإخباري عن وكالة الأنباء الصينية أن مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة شانغ جي يون دعا المجتمع الدولي إلى وضع معايير موحدة والتوصل إلى توافقات بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا. وقال جيون في كلمة خلال جلسة نقاش مفتوح في مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية أن مكافحة الإرهاب في أفريقيا مكون مهم في الحرب الدولية ضد الإرهاب، وأنه في إطار مساعدة أفريقيا ضد الإرهاب يتعين على المجتمع الدولي التمسك بمعايير موحدة لمكافحة الإرهاب. وأضاف المندوب الصيني أنه يتعين التعامل مع كل الأنشطة الإرهابية دون شفقة بغض النظر عن الشعارات التي ترفعها أو الدول التي تستهدفها أو التكتيكات التي تتبعها، كما ينبغي تجنب ربط الإرهاب بأديان أو عرقيات بعينها.
وتابع جيون أن الصين تدعم الأمم المتحدة في الاطلاع بدور تنسيقي مركزي في مساعدة البلدان الأفريقية في بناء قدرات أكبر في مجابهة الإرهاب وإعطاء الأولوية لبناء القدرات في مكافحة الإرهاب للدول الأفريقية. طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري والذي قام بجولة شملت 7 دول أوروبية الاتحاد الأوروبي بالتدخل لحل أزمة سد النهضة الناشبة بين بلاده وإثيوبيا بعد انسحاب الأخير من مفاوضات فبراير الماضي في واشنطن. وطالب الوزير المصري مسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق الملء والتشغيل حفاظا على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وكان شكري قد بدأ جولة أوروبية شملت عواصم قرار أوروبي مهمة مثل بروكسل وباريس. وقال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة ثمن خلال لقائه الوزير شكري دور مصر كركيزة للاستقرار الإقليمي، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والسعي لتسوية الأزمات الإقليمية. والتقى شكري كذلك المفوض الأوروبي لسياسات الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، موضحا أن مصر استطاعت أن توقف تدفقات الهجرة غير المشروعة من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016. هو عرب فاريلي عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية واستعداده لتقديم ما يلزم من كل دعم لها في المرحلة القادمة. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. وزارة الصحة الإريترية تقول بأن البلاد خالية من فيروس كورونا. وفد عسكري إثيوبي يجري مباحثات في الخرطوم. الصين تدعو إلى وضع معايير لمكافحة الإرهاب في أفريقيا. ومصر تطالب بدور أوروبي في أزمة سد النهضة. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. ونتناول في حلقة اليوم الاحتفالات بالذكرى السنوية ليوم المرأة العالمي ووضع المرأة الإريترية بعد 28 عاما بعد الاستقلال. فأهلا وسهلا بكم. هذه إذاعة إيرينا. في البداية وحتى تكونوا مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم في الصورة، نتناول معكم مقتطفات من حديث مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي في الاحتفال الذي جرى في قاعة الإكسبو في أسمرة يوم الأحد 8 من مارس الجاري، وهو احتفال يمكن وصفه بالراقص ووصف خطابها بالإنشائي الذي لا يقدم أي حقائق ملموسة حول مشاكل المرأة الإريترية الحقيقية. وقالت السيدة ألم بلاي في خطابها: يأتي هذا الاحتفال في مرحلة تخطينا فيها التحديات بتعزيز سيادة البلاد والسير في دروب التنمية والازدهار، وأن مساهمة الشعب الإريتري في المسيرة استطاعت ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية بصورة راقية، وهذه الفرصة مناسبة لتجديد العهد للحفاظ على قيمنا السمحة. وواصلت السيدة ألم بلاي القول أن التفكير الإيجابي في كل المجالات يتطلب مزيدا من الوعي بأهمية التكاتف والتعاون، وأن العامل المهم لتحقيق الازدهار والتطور هو أن يكون لدى المجتمع نظرة إيجابية ومتساوية حول طرفيه وجنسيه دون تمييز بين ذكوره وإناثه. وعلى الرغم مما تحقق من إنجازات كثيرة في مضمار المساواة ومشاركة المرأة في المجال السياسي والاجتماعي في إريتريا، فإن على المرأة وحتى تتواصل مسيرتها أن تعمل على تعزيز وعيها وتستفيد من كل الفرص المتاحة لها بشكل أوسع، لأن تعزيز القدرات والإمكانيات هي السبيل الوحيد لمزيد من الرقي والتقدم. وأضافت السيدة ألم بلاي: كما ينبغي أن تسعى المرأة للدفع بمجال الإنتاج لتحقيق طموحاتها ومصالحها المشروعة. وكما يؤكد ميثاقنا الوطني، فليس هناك عمل يعني الذكور وحدهم والإناث بصفة خاصة، فالجميع لهم القدرة على العمل
وأن مدى إسهامات المرأة ليست مقياسا لمدى تطور المجتمع، بل هو أيضا أساس لتحقيق الازدهار والتطور، وعلينا الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المرأة في كل المجالات والتطلع للمزيد من النهوض والتقدم بما يتماشى مع المستقبل. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كانت هذه مستمعاتي الكريمات ومستمعي الأكارم النقاط الرئيسية الواردة في خطاب السيدة ألم بلاي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في احتفالات يوم المرأة العالمي والتي جرت يوم الأحد الماضي 8 مارس في قاعة الإكسبو في أسمرة. ومن المتابعة لا يفوتكم الطبيعة الإنشائية للخطاب والنصائح حول المحافظة على الإنجازات التي تمت ومضاعفة الجهود في المستقبل. وكما قلنا فهذا تقرير إنشائي فارق لم يحتوي على مضمون فعلي حول وضع المرأة الإريترية في البلاد. أولا أن إريتريا برجالها ونسائها واقعة تحت حكم فردي غاشم ليس فيه الحرية بشتى صورها، من حرية السفر وحرية ممارسة العمل ناهيك عن الحقوق الأخرى، فهذه الحقوق الأساسية معدومة في البلاد وتشمل الرجال قبل النساء، ولكن النساء أكثر معاناة إذ تحد من حريتهن الحكم الدكتاتوري وقيود المجتمع والرجال في نفس الوقت. فوقع على المرأة ظلمين، الظلم السياسي للحكومة والظلم الاجتماعي الذي يفرضه عليها الرجل. هذا واقع إريتريا اليوم، ولا يغني عن هذا الواقع الأليم أن المرأة كانت تشكل 30% من القوى القتالية للجيش الشعبي لتحرير إريتريا، فهذه أصبحت أسطوانة ملت سماعها الآذان. فنفس اللائي قاتلن في صفوف هذا الجيش مغيبات الحقوق، وبعضهن لا يزال في الزنازين لفترة قاربت 20 عاما. أما الصحة والتعليم والرقي الاجتماعي فلننظر إلى الريف الإريتري في الشمال والجنوب والشرق والغرب، فالمرأة في هذه الأرياف تموت بسبب سوء التغذية وانعدام الرعاية الأساسية، ويزيد من نكبات المرأة في البلاد أخذ الزوج والابن والأب والقريب والحبيب وتغييبهم في معسكرات لا تنتهي فيها مدة العمل تحت حجج الخدمة الوطنية والتنمية في أفق لا يبدو أن له نهاية. أن وضع المرأة الإريترية اليوم مخزي، وأن الخطابات في الاحتفالات لا تعكس حقيقة وضع المرأة، فلو كان وضع المرأة قد تحسن فلماذا نرى الفتيات الإريتريات وقد وقعنا ضحايا لمهربي البشر في السودان وليبيا وسيناء؟ ما الذي يدفع الفتاة في إريتريا لأن تكون ضحية لمثل هذا العذاب ما دامت حقوقها محفوظة ومصانة؟ هذا سؤال يجب أن تجاوب عليه قيادة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وكوادر الحكم الفردي الغاشم في أسمرة. هذه إذاعة إرينا. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم في الجزء الأول إلى تناول لخطاب السيدة ألم بلاي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في أسمرة بمناسبة يوم المرأة العالمي، وسردت فيه أوضاع المرأة وإنجازاتها في إريتريا. وفي الجزء الثاني نقدم لكم مقال كتبه فتحي عثمان تحت عنوان ذكرى امرأة ماجدة، وهو يعكس وضع المرأة الإريترية في زنازين النظام الغاشم في أسمرة. إهداء إلى مريم حغوس بمناسبة يوم المرأة العالمي، ذكرى امرأة ماجدة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لا أذكر بالتحديد تاريخ هذا الحدث، ولكن تفاصيله لا زالت غضة في ذهني، لكن ما أنا متأكد منه أن هذا الحدث تم في تاريخ بين جولتي الحرب بين إريتريا وإثيوبيا الأولى والثانية بين مايو 1998 وفبراير 1999. الوقت صدر النهار قبل فترة الغداء المعروفة في أسمرة بالفادوس. المكان مكاتب الإدارة الوطنية للسينما في الطابق الأول من سينما إمبيرو في شارع كومشتاتو الشهير. كصحفي شاب كنت على موعد مع السيدة مريم حغوس المديرة العامة للإدارة. مناضلة من أيام حرب التحرير الوطنية، كانت مريم حغوس متوسطة القامة بملامح تدل على الذكاء ولها ابتسامة آسرة. قالت بينما هي ترحب بي في مكتبها الواسع: الصحفيون عادة لا يمرون من هنا. وأضافت: ممنونة، أقدر حضورك.
كانت على حق، فإدارة السينما الوطنية كانت إدارة منسية تماما بعد إنشائها بعد الاستقلال. كان على هذه الإدارة الفتية مسؤولية تأهيل دور السينما التي بناها الطليان في ثلاثينات القرن الماضي في أنحاء إريتريا. مكتب مريم حاغوس يقع في الطابق الأول من سينما إمبيرو في بناية إيطالية الطراز. كان المكتب واسعا مع مدفأة رخام عليها ساعة يطل منها عصفور صغير على رأس كل ساعة. الجدران كان عليها ملصقات لأفلام شهيرة. لم أكن أعرف مريم حاغوس قبل أن يقوم مدير التحرير بتحديد موعد لي معها، رغم أنها كانت مشغولة بالإعداد لحدث سينمائي كبير، إلا أنها استقبلتني بكل رحابة صدر وحماس. كانت أسمرة في ذلك الحين عاصمة ميتة من الناحية الثقافية، فدور السينما والتي تعد بأصابع اليد الواحدة كانت تعرض أفلاما من الستينات والسبعينات. المسارح كذلك لم تقدم عروضا، ما عدا بعض المعارض الفنية المتفرقة في النادي الإيطالي. لم تشهد العاصمة نشاط ثقافي ملحوظ. جاءت مريم حاغوس بفكرة مبدعة لإحياء دور السينما في إريتريا، فالتقت بالسفراء المعتمدين في العاصمة وقالت لهم بأنها بصدد تنظيم مهرجان للسينما لمدة أسبوع كامل، وأن كل سفارة عليها المشاركة بفيلم واحد على الأقل في المهرجان الأول من نوعه في البلاد. وجمعت المبادرة أفلاما من الصين وروسيا وسويسرا وفرنسا وإسرائيل ومصر وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى. والمهرجان الذي كان من بنات أفكار مريم حاغوس كان عيدا لعشاق السينما في العاصمة، فلأول مرة تشهد دور السينما صفوفا أمام شبابيك التذاكر المهجورة منذ عهد بعيد. هذه إذاعة إرنا. بينما كانت تجلس وراء مكتبها الواسع، اشتكت لي مريم بمرارة عن التجاهل المتعمد لإدارتها، فإدارة السينما لم تملك الموارد المالية الكافية لتحديث دور السينما القديمة، فالمسؤولون الحكوميون لم يهتموا بالسينما لأنها ليست شيئا يؤكل كما قالت بمرارة. فأجهزة العرض كانت قديمة وبالية، حتى إجراءات الأمن والسلامة داخل الصالات كانت لا تفي بالغرض. لقد شحذت السفراء للمشاركة في المهرجان، قالت بأسى، وأضافت وسط ابتسامتها الوضيئة: سأمنحك تذكرة دخول مجانية لمهرجان الافتتاح لأنك تهتم. وبامتنان خجول قلت لها: أرجو أن تسلط هذه المقابلة الضوء على معاناتك. فردت بكل حماس: رجاء تحدث عنا، فإن ذلك لا شك سوف يفيد. كانت تلك آخر كلمات مريم حاغوس قبل وداعها لي. في سبتمبر 2001 اعتقلت مريم حاغوس، ولا يعرف مكان تواجدها حتى اليوم. أذكر أن قابلتها ذات مرة في أسمرة، وانتقدت لي إسياس أفورقي وطريقة إدارة الحرب مع إثيوبيا عبر ذكرها لمثل شعبي ساخر يذكرني بها كل ما أسمعه. بالإضافة إلى كل من أستير يوهنس وأستير فيساتسين وسنايد دبساي وسهام علي عبدو وأخريات في غياهب الزنازين، تقضي مريم حاغوس فترة سجن غير محدودة الأجل في نفس الوطن الذي ناضلت بالنواجذ من أجل تحرره. ولا تمر ذكرى يوم المرأة العالمي دون تذكر امرأة ماجدة كمريم حاغوس. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لتناول أوضاع المرأة الإريترية في 28 عاما من حكم الاستبداد والفرد الغاشم. ختاما أعيد لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وزارة الصحة الإريترية تقول بأن البلاد خالية من فيروس كورونا. ذكرت وزارة الصحة الإريترية في بيان لها باللغتين الإنجليزية والتجرينية بأنه بعد مرور 3 أشهر على فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وأصاب حوالي 10,000 شخص وأدى كذلك إلى وفاة 4,000 آخرين، فإن إريتريا وحتى اليوم خالية من هذا المرض. الجدير بالذكر بأن 4 معلمين إيطاليين في المدرسة الإيطالية في أسمرة مصابين بالفيروس، وكانوا قد عادوا إلى البلاد بعد قضاء إجازة قصيرة في إيطاليا انتهت في شهر فبراير الماضي. وأكدت السفارة الإيطالية في أسمرة نقل هؤلاء المواطنين إلى خارج العاصمة أسمرة بعد دخولهم البلاد وتشخيص حالتهم في مطار أسمرة الدولي.
وفد عسكري إثيوبي يجري مباحثات في الخرطوم. قام وفد عسكري إثيوبي برئاسة الفريق أول برهانو جولا نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي ويرافقه نائبه للعمليات الفريق في شاكادنو بزيارة إلى الخرطوم. وقالت السفارة الإثيوبية في الخرطوم بأن الوفد بحث مع نظيره السوداني مجالات التعاون المشترك بين جيشي البلدين إضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. الصين تدعو إلى وضع معايير لمكافحة الإرهاب في أفريقيا. نقل موقع بوابة أفريقيا الإخباري عن وكالة الأنباء الصينية أن مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة شانغ جيون دعا المجتمع الدولي إلى وضع معايير موحدة والتوصل إلى توافقات بشأن مكافحة الإرهاب في أفريقيا. وأخيرا، مصر تطالب بدور أوروبي في أزمة سد النهضة. طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري والذي قام بجولة شملت 7 دول أوروبية الاتحاد الأوروبي بالتدخل لحل أزمة سد النهضة الناشبة بين بلاده وإثيوبيا بعد انسحاب الأخيرة من مفاوضات فبراير الماضي في واشنطن. وطالب الوزير المصري مسؤولي مؤسسة الاتحاد الأوروبي بحث إثيوبيا على توقيع اتفاق الملء والتشغيل حفاظا على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. بهذا الموجز مستمعي ومستمعاتي الأفاضل لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الأخبارية لهذا اليوم، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وأذكركم قبل الختام بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.